هخطفكم معايا النهارده ان شاء الله في 4 نماذج تدريبيه لمواليد 2012 2013. اول نموذج تدريبي معانا ان الولد بيبقى واقف معاه الكوره، بيعدي من الاطباق الموجوده ديت من غير ما يخبط الكوره خالص في اي طبق. معاه زميله قدامه مستنيه، بيبقى عامل قبلها كنترول بالكوره، قبلها عامل رشاقه بالكوره. بعد كده بيبصيله، يستلم منه الباص ويسلم المحطه اللي قصاده وينقله هما الاتنين تغيير محطات زي ما هو واضح كده في التدريب. الأربعة تاخدها وروح على الشمال، ما تروحوش باليمين على اليمين. هوب برافو. معانا النموذج التدريبي التاني، والهدف منه ان انا بستلم تو باص عشان يقلل عندي الاخطاء. بعد كده بطلع اشتغل رشاقه واشتغل هنا تريبل باص. والهدف من التمرين ده زي ما اتفقت مع حضراتكم ان انا بقلل اخطاء الباص اللي عند اللعيبه. طبعا في نفس الوقت اللعيب اللي لابس اصفر اللي هو بيبقى معاه الكوره اصلا، هو المحطه الثابته، بيبقى شغال كنترول بالكوره عشان يعلي كفاءه التحكم في الكوره عنده. نيجي بقى للنموذج التدريبي. النموذج التدريبي ده عبارة عن زيادة المهارة للاعب، وطبعا بيبقى فيها باص وتغيير اتجاه، وفي نفس الوقت شغال جمبات قصيرة مبقاش على مستوى عالي. بزود عند اللاعب زيادة المهارة وزيادة تغيير الاتجاه بالكورة، وبرفع برضو من كفاءة الباص. معانا طبعا التمرين الرابع، انا هنا بشغل اللعيبة 1-2 على الخصوم، برفع عندهم برضو كفاءة الباص 10 رجاله وبعوده ازاي يشتغل 1-2 هو وزميله.